لا 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 لا، الموضوع كبير. ايه الجمال ده؟ تعال نشوف كده الحشوه ديت معموله ازاي. بص كده المنظر، الله عليك يا حديدي. افتح يا باشا ووريني. لا 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 لا، الكلام هنا كبير. عدا فصل الشتاء البطاطا المشويه، بس تعمليها ازاي في الفرن بطريقه مختلفه وجديده. بص المنظر بقى، يعني الصوره بتتكلم عن نفسها، جديده ومختلفه فتاكه. يلا بينا. البطاطا اولا لازم تكون بالحجم ده كده، حبايتين في الكيلو، 3 حبايات في الكيلو، تكون بالوزن وبالشكل ده كده، وتكون مكلبظه كده. هوريكي دلوقتي شويه تريكات هنعملها مع بعض، هخلي لك البطاطا ديت زبده. تمام؟ يبقى ده الحجم اللي احنا متفقين عليه. هجيب كيس حراري اللي بنعمل فيه الفراخ، بنعمل فيه اللحمه في الفرن. هحط دلوقتي معلقه سكر جوه الكيس الحراري، خدي بالك اهو. هنحط كمان معلقه قرفه بودر. ماشي الكلام؟ هنقلب الكلام ده كله تقليبه كويسه جوه الكيس. نبتدي بقى نمسك البطاطا نرصها جوه الكيس الحراري. هاتيلي صينيه حلوه ودخلي الكلام ده كله على فين؟ على الفرن. يلا بينا على الفرن يا باشا، وهوريكي دلوقتي البطاطا الزبده. تعالوا نعمل بقى الكريمه بتاعت البطاطا الجميله بتاعتنا. هنحط كوبايه من الحليب، بصوا القشطه عامله ازاي والسمنه ما شاء الله، حليب كامل الدسم روعه الروعه. نحط كمان عليهم معلقتين من الكاستر بطعم الفانيليا، كل ده فوق بعض كده، معلقتين محملين كده اهو. شايف المنظر؟ سلام. حط عليهم معلقه قشطه بلدي، وشويه سكر، ادي كمان معلقه 2. حلو قوي. قلبي لي الكلام ده كله على النار، وهنزود شويه حليب كمان، وبعد كده اول ما يربط معايا هوريك القوام بتاعه عامل ازاي. كده يا جماعه بعد ما دوبت كل المكونات معايا، هحط كمان شويه ميه زهر كده صغيرين اهو، يبقى بطعم ميه الزهر. ونقلب ايديكي طبعا في التقليب على طول، عشان ده لو خرز منك هتبقى مشكله. فالتقليب على طول تقليب مستمر عشان يبقى القوام كريمي. شوفي القوام الكريمي عامل ازاي اهو اهو. بص المنظر، هو ده المطلوب يا باشا. زي ما انتم شايفين يا جماعه، بعد ما شلناها من الكيس الحراري وظبطناها، نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. هنفتح كده قلبها زي الساندوتش كده اهو، بالشكل ده كده. بص المنظر، ايه ده؟ بص البطاطا عامله ازاي، اللهم صل على النبي. قشطه وشاربه قشطه. نبتدي نقور الحشو ده كده ونعمله ارضيه هنا بالشكل ده كده. شايفه المنظر اهو؟ واخده بالك من التفاصيل؟ والله العظيم يا جماعه لو جربتوا الوصفه ديت مش هتبطلوا تعملوها في فصل الشتاء، حاجه خطيره جدا. هنحط دلوقتي الصوص بتاعنا. بص المنظر بقى، شوفي لي المنظر الروعه ده. طبعا الصوره بتتكلم عن نفسها، انا مش محتاج اقول لكم، لازم بجد تجربوها يعني. هحط بقى شويه سكر كده، وهنولع عليها الشوايه وتخش بقى الفرن كده، من غير فرن طبعا، الشوايه بس اللي تكون والعه، خدي بالك يعني. السكر ده يتحروق، وبعد كده هوريكم هنعمل فيها ايه. سامعين يا جماعه الصوت؟ اسمع كده. يا نهار ابيض، ازاي انا اسمع الصوت ده وما اقومش اعمل البطاطا دي دلوقتي حالا؟ تعمليها ازاي في الفرن بطريقه مختلفه وجديده. بص المنظر بقى، الكريمه اللي جوه دي لوحدها حدوته يا جماعه. بص الدخان، يا نهار ابيض، بيدفي قلبي، حاجه عظمه على عظمه. البطاطا ديت محشيه مانجا ولا محشيه كاستر ولا محشيه يا حديدي؟ جديده ومختلفه. بطاطا عدل فصل الشتاء. ازاي تعمليها في البيت وتاكلي الولاد وتاكلي البيت كله بطاطا، ومن خير بلدنا ومن خير ارضنا، ارض مصر الطيبه. ازاي تعملي البطاطا ديت وما شاء الله يا جماعه هتاكلي صوابعك وراها. بص المنظر، الله، حاجه بتدفي القلب والله العظيم، مش هتبطلي تعمليها. بص المنظر اهو، يا مزاجه. يا ويلي يا حديدي، يا ويلي يا ويلي يا ويلي. يعني الصوره بتتكلم عن نفسها، لازم تجربيها. سلام.